السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا دايما معانا بخير وبصحة وسعادة وسلام. النهاردة ان شاء الله كده جايه لكم بوصفة خفيفة ولذيذة، مرطبة، حاجة من المرطبات كده بمناسبة الصيف والحر اللي احنا فيه ده. جايبه لكم بقى وصفة حلوة كل الاطفال بيحبوها والكبار برضو. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجيلي. اقول لكم مع بعض هنسمي الله كده ونبدا المكونات بتاعتنا. معانا 2 باكو من الجيلي، انا فضيتهم هنا معايا في طبق. فضيت باكو، ما هنا محطوط باكوين من الجيلي ده اللي معانا بالفراوله، وحطيت عليهم سكر. هو كده كده بيبقى متضاف له سكر، بس عشان الاطفال اللي يبقى طعمه مستصاغ بالنسبه لهم بتحطي مثلا معلقتين 3 على حسب الرغبه بتاعتك وبتاعت افراد اسرتك. السكر ده حسب الرغبه. انا عن نفسي حاطه هنا 2.5 معلقة سكر على 2 باكو من الجيلي الفراوله. ومعانا موز متقطع قطع صغيره عشان بقى تزيني بيه الطبق بتاعك بعد ما يطلع. ومعانا كوبايتين ميه سخنه، كوبايتين، لان كل باكو جيلي بياخد كوبايه ميه سخنه، فبقى احنا حاطين باكوين، فهنحط لكل باكو كوبايه ميه سخنه. يبقى هنا معايا كوبايتين ميه سخنه عشان انا معايا باكوين جيلي. ومعايا هنا كوبايتين ميه ساقعه عشان برضو كل باكو جيلي بياخد كوبايه ميه سخنه وكوبايه ميه ساقعه. فانا عامله باكوين، فهاخد لكل باكو كوبايه سخنه وكوبايه ساقعه. هنسمي الله كده ونبدا. هننزل بالكوبايتين الميه السخنه، بسم الله. هننزل بالكوبايتين كده، وبعد كده هنبدا ناخد الجيلي بتاعنا. هننزل بقى بالجيلي بتاعنا والمعلقتين ونص السكر اللي احنا حاطينهم. لو انت بقى بتعملي دايت او ما بتحبيش الحاجه مسكره قوي، تمام، فبيبقى حلو برضو ان انت تحطيه كده من غير سكر يعني. وتبداي بقى تمزجي الخليط ده، الكوبايتين الميه السخنه مع باكوين الجيلي، الخلط كده جيدا في اتجاه واحد. تبداي كده تقلبي لحد ما تتاكدي ان السكر داب تماما. تفضلي كده تمزجي الجيلي بتاعك مع السكر حسب الرغبه. قلتلك مش عايزاه بسكر خالص. لو انت بتعملي دايت او ما بتحبيش الحاجه مسكره قوي مفيش اي مشكله. اتجاه كده واحد، تتاكدي كده ان الجيلي اختلط، وتتاكدي ان السكر بتاعك داب كده. بيبقى حلو قوي في الحر ده، بيبقى جميل وطعمه حلو وكل اطفالنا بيحبوه، وخفيف وسهل ومكوناته سهله ومش هياخد منك اي وقت. هو 10 دقايق هتلاقي نفسك محضره احلى طبق جيلي. في الجو الحر ده بيبقى طعمه حلو كده ومرطب، حاجه كده مرطبه ومفيده كمان. خلاص كده هنبدا بقى ننزل بالميه بكوبايتين. معانا هنا كوبايتين ميه ساقعه، هتبداي تنزلي كده كوبايتين، وتبداي برضو تخلطي كده كل بقى الخليط بتاعك مع كوبايتين الميه السخنه في الاول زي ما اتفقنا، ونزلنا عليهم بالجيلي والسكر حسب الرغبه. وتبداي تنزلي بكوبايتين الميه الساقعه، وتبداي كده اهم حاجه الخلط كده جيدا في اتجاه واحد علشان تضمني ان كل الخليط بتاعك امتزج كده وداب، والسكر بتاعك داب وكله بقى تمام، عشان تاكلي بقى احلى جيلي في احلى صيف يرطب عليكي بقى في الحر كده، وعلى اولادك والاطفال بيفرحوا بيه. بيدي كده ترطيب وبهجه كده، لونه مبهج وجميل. تمام كده. نبدا بقى هنبدا بقى كده ناخد بالكبشه كده الحلوه بتاعتنا كده، وتبداي بقى تنزلي على الطبق بتاعك. تبداي بقى تغرفي كده بالكبشه، واحده واحده كده. وطبعا بياخد في التلاجة، انت هتسيبيه الاول يبرد كده بره، يستهدى كده. اول ما يبرد معاكي كده ويبقى هادي كده خلاص يبرد، تبداي تدخليه التلاجة. بياخد 4 ساعات في التلاجة عشان الجو حر طبعا. لو احنا في شتاء طبعا بياخد وقت اقل، لو الجو يعني مش حر قوي، لكن عشان احنا في حر كده والجو درجه الحراره عاليه بياخد معانا 4 ساعات في التلاجة. وهتاكلي جيلي كده حلو ومتماسك وجميل. بصي بقى لونه حلو كده وجميل، عاطي كده بهجه، ولونه كده لون الفرحه وحلو. كل الاطفال بقى زي ما انتم عارفين كده بيحبوا الحاجه اللي فيها بهجه كده، وبتديهم كده طاقه كده
حاجه خفيفه وسهله وما خدناش فيها وقت. وانتي واقفه كده بعد ما تخلصي حاجتك واللي وراكي تبداي تعملي ايه؟ كام طبق كده جيلي ليكي ولولادك والافراد اسرتك، وبألف هنا وشفا على قلوبكم مقدما. كده بقى نبدأ نزين الاطباق بتاعتنا بالموز الحلو اللي احنا مقطعينه بقى معانا قطع كده. هتبدأي بقى ايه، تنزلي بقى بالموز بتاعك كده، بيديله بقى طعم وبيديله شكل جميل، وبيبقى برده حاجه مغذيه للاولاد، برده يبقى كلوا حاجه فيها ترطيب وكلوا حاجه مغذيه في نفس الوقت. اول بقى ما يستهدى الموز بتاعك تبداي ايه تدخليه زي ما قلت لك التلاجة، بس تسيبيه بره شويه علشان ايه يستهدى كده معانا، وبعد كده تقومي مدخلاه التلاجة. بيقعد 4 ساعات في التلاجة، بيبقى متماسك وجميل وطعمه تحفه والاطفال كلها بتحبه. بصي بقى الجمال، ما خدناش وقت خالص. حضرتي احلى حاجه، وحضرتي حاجه حلوه وسريعه وخفيفه ومرطبه وفي نفس الوقت فيها قيمه غذائيه لاطفالك. وبألف هنا وشفا على قلوبكم مقدما. ويا ريت بقى يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك. وعايزه بقى لايكات يا جماعه، يا ريت تتفاعلوا معايا باللايكات. وعايزه تعليقاتكم الجميله بقى، واي حد جديد في القناه يشترك يعرفني بنفسه عشان اخش ارحب بيه كده ويشرفنا كده وينورنا كده واخش ارحب بيه. عايزه بقى تفاعل وعايزه بقى لايكات كتير، عشان انا زعلانه منكم من الفيديوهات اللي فاتت، المشاهدات عاليه بس مفيش تفاعل، مفيش لايكات. يا ريت كل اللي يتفرج على الفيديو يعمل لايك، عشان اللايك بيدعم الفيديو اكتر. عايزه ادعمكم بقى عشان قناتنا ان شاء الله تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.